لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. النهاردة هكلمكم عن المجوهرات. طبعا البنات هينبسطوا جدا. الصندوق اللي قدامنا ده صندوق من الخشب المذهب، كان مخصص لحفظ الأساور بس، مش كل المجوهرات، الأساور اللي هي الغوايش. لقينا جوه الصندوق ده غوايش مصنوعة من الفضة المطعمة بالتركواز والمرجان. لا، ما تستهونوش بالفضة، دي مش حاجة بسيطة، دي كانت أغلى من الذهب بكتير. أغلى حاجة في كيميت كانت الفضة. ليه؟ الذهب كان موجود في أرض مصر بوفرة، زيه زي التراب، هما كانوا بيقولوا كده. إنما الفضة مش موجودة في مصر خالص، كانت مستوردة، ربما من تركيا، ربما من جزر البحر الأبيض المتوسط، من مناطق مختلفة في آسيا. المهم إنها كانت بتيجي من بعيد جدا، وبسبب ندرتها كانت أغلى ثمنا من الذهب. الصندوق والغوايش الشيك المودرن اللي احنا شايفينهم قدامنا دول بتوع الملكة حاتب حارس، زوجة الملك سنفرو وأم الملك خوفو العظيم. يعني الصندوق ده والغوايش اللي فيه عمرهم 4750 سنة، تخيلوا. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.